اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة على اسم إسراء. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله إن شاء الله بأمر الله تعالى. يلا بينا ندخل بقى في الفيديو بتاع التموين. في معلومات، استنوا بقى اشغل الرينج لايت عشان هو مزاولني كده وعمال كل شوية ايه معرفش ماله. بس كده. في معلومات ان شاء الله تفيدك، يعني بخصوص خزين رمضان اللي اشيله. واهم حاجه دلوقتي تعملي حسابك، كان المفروض اصلا ايام لو الفتره اللي انا وقفت فيها فيديوهات، والله انا كان ما حد كان بيسالني كنت بقول له لا اعملي حسابك من دلوقتي، شيلي كذا وكذا. قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، ما تنسوش دعوه حلوه من القلب لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب عن قريب بأمر الله تعالى. ربنا ينصرهم والجميع، موتاهم وموتانا وجميع موتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. متنسوش بقى اللايك للفيديو ويلا بينا. ايه اللي تعملي؟ من فترة كبيرة كده كان في يعني من الناس اللي حواليا، يعني نعمل ايه ونشيل ايه علشان رمضان. كنت انا اللي بصراحة بقول اعملي حسابك من دلوقتي وشيلي السكر لرمضان. رمضان فيه حلويات، فيه عصائر، في حاجات بتتعمل بالسكر كتير جدا، فانت اعملي حسابك. كان المفروض والله حتى لو بس انا ما كانش في دماغي، انا عارفين انا كنت خلاص تركت القناة. فكان المفروض من بدري جدا نعمل حسابنا في السكر، علشان السكر طبعا احنا عارفين الاسعار اللي فاتت دي كانت السكر وصل ل50 و55 جنيه. اللهم لك الحمد على كل حاجة في حياتنا. عايزة اقول لكم تعملي حسابك من دلوقتي، اللي لسه ما عملتش حسابها ناس كتير بتبعت نخزن ايه رمضان. الطماطم، خزني ده طماطم. يمكن الفيديو اللي انا قلته اصلا في تفريزات رمضان وبعد خبرة سنين، إيه اللي تقدري تفرزيه من دلوقتي رمضان او تخزنيه من السنة للسنة. اول حاجة الطماطم والبسلة. البسلة كان في برضو اخت معانا سألتني خزن البسلة دلوقتي ولا امتى. البسلة أو الأسعار عموما غير ثابتة، فالنهاردة غالية بكرة رخيصة بعده غالية. فالبسلة أعتقد إن هي أوانها دلوقتي إن هي تتفرز. ليه يا إسراء دلوقتي ده ب30 جنيه مفرز إيه وب28 جنيه؟ البسلة أول حاجة هي أصلا ما بتقعدش كتير. تاني حاجة إن أصلا في رمضان هيبقى في بسلة اللي هي المفروض إحنا نفرزها. يعني أنا كنت بفرز في السلة من السنة للسنة، بتبقى في شهر 3 او في 4، لو لقيت فيها كمان في 4 كنت بفرز. طب انا دلوقتي اصلا 3 هيبقى اصلا ايه رمضان، فطبعا احنا الحاجة بتغلى في رمضان، فاللي مش هتفرزيه دلوقتي هتجيبيه غالي في رمضان. او لو انا قلت لك لا ما تفرزيش بسله دلوقتي هتلاقيها غاليه في رمضان، فحرام فرزي من دلوقتي. لو كل اسبوع نزلت السوق جبتي كيلو بسله هتلاقي نفسك كده على رمضان محوشه او مخزنه كميه كويسه. الجزر دلوقتي رخيص، الطماطم رخيصه جدا. بصوا انا مستنيه بس انزل السوق والله، لاني الحمد لله يعني كنت ناويه انزل امبارح، حصل ظرف فاضطريت ان انا المفروض اجل النهارده، حصل ظرف اللهم لك الحمد على كل حال. فالمهم خزني طماطم، خزني بسله، خزني جزر. حوشي. كان المفروض من كام شهر تحوشي. يمكن انا على فكره خدوا بالكم من حاجه، قبل ما اوقف شغل في القناه كان مشتريات التموين في شهر 8 او 7، قلت لكم اعملوا حسابكم من دلوقتي في خزين رمضان. ف يعني انا قلت لكم يفرز يشيل من حاجة التموين، سواء زيت أو سكر أو أي حاجة أو مكرونات من التموين. في ارجعوا الفيديو كرتونة رمضان أو خزين رمضان 2024، كان في شهر مشتريات شهر 7 أو 8، والله ما فاكرة، بس هحطه لكم يا إما في صندوق الوصف يا إما في البطاقات يا إما في شاشة النهاية اللي بيكمل الفيديو للنهاية هيلاقيه. فكان السكر أهم حاجة تعملي حسابك اللي هو في طبعا ما شاء الله يعني حلويات، عصائر، بنعمل عصائر كتير، مشروبات كتير. هتلاقي ان السكر هتبص تلاقي استهلاكك للسكر في رمضان كتير جدا. انا بجيب ايه من التموين؟ طبعا السكر ده اساسي، كنت الاول بستغنى عنه لاني ما كنتش بستهلك كتير سكر وكده. فبعدين قلت لا انا محتاجه السكر علشان خاطر اخزن كمان شنط رمضان ان شاء الله. ربنا يعيننا يا رب جميعا، واللي يقدر يطلع حتى لو شنطه واحده.
يعني انا الحمد لله الظروف اللي احنا فيها اللهم لك الحمد. فاللي هو حتى لو هطلع شنطه اتنين، المهم ان انا ايه، الحاجه اللي متعوده عليها بامر الله تعالى زي ما انا مستمره فيها. السكر ب 13 جنيه في التموين، ب 13 جنيه. هي بصوا مكتوب عليه ايه عشان بس ايه، ب 12 جنيه و60 قرش. طب ده انتاج ايه؟ استنى هوريكم ده انتاج انهي شهر. اللهم صل على النبي. هو مش مكتوب انتاج، صدقوا مش مكتوب الانتاج، تاريخ الإنتاج بس مش مكتوب مش طابعين عليه الإنتاج. أهو، لا استغفر الله العظيم يا رب. ديسمبر يعني الشهر اللي احنا فيه المفروض إن هو رخيص. بصوا ب 12 جنيه و60 قرش اللي مديهولي ب 13 جنيه. ما علينا، يعني أنا بجيب التلاتة بتوعي، والزيت زي ما هو سعره ثابت بقاله 3 شهور تقريبا ب 31 جنيه. الباقي من التموين بكمل وبجيب اللي أنا عايزاه. يعني أنا الباقي من التموين كان مش فاكرة والله كام. فأنا رحت مكملة وجبت إيه، كيلو دقيق. طب جبت دقيق ليه يا اسراء؟ انا عايزه اقول لكم الدقيق مؤخرا طول ما هو عندي انا مرتاحه. طب ليه؟ عشان بصراحه اوقات بعمل كيكه، بجيب بتبقى واقفه مثلا معايا على 3 بيضات، كيس باكنج باودر، كيس فانيليا، فبروح عامله ايه، صينيه كيكه للفطار للعشاء. انتوا فاهمين قصدي؟ الدقيق عندي، البرتقال رخيص، هاتي لو حتى هتخزني على فكره برتقال من دلوقتي اللي هو البلدي، تعملي كيكه في رمضان، تعملي عصير، الكلام ده كله. لو هعمل مثلا بيتزا، هعمل فطير، هعمل اي حاجه طالما عندي دقيق. لان انا اشتريت بصراحه الشهر اللي فات دقيق ب 30 جنيه الضحى. فاللي هو ب 30 جنيه، ب 30 جنيه. الحمد لله بألف أنا وشوفها يا رب. فجبت الدقيق دوت، قلت أجيبه من التموين طالما كده كده موجود في عندها كيس كده. بس أنا بصراحة ما أعرفوش، أول مرة أشوف عندها ب 18 أو ب 20، وده ب 22. فأنا جبت دوت بصراحة يعني، لأن ده اللي متعودة عليه وبجيبه بقاله فترة كبيرة يعني. فجبت دقيق، جبت سكر، جبت زيت. اللهم لك الحمد. شيلي اللي تشيليه، حتى لو شلتي ازازه من الزيت هتنفعك في رمضان، لو شلتي كيسين سكر واستعملتي كيس هتنفعك في رمضان. فاعملوا حسابكم من دلوقتي لخزين رمضان من التموين، من غير ولا مليم، انت ما بتدفعيش فيه حاجه. بس هينفعك في رمضان، لان السكر هتلاقوه غلي، الزيت هتلاقوه غلي، الدقيق هتلاقوه غلي، لان الحاجات دي كلها بتغلى في رمضان. دي حاجه. الحاجه التانيه من ضمن تفريزات رمضان، لو الليمون عندك رخيص، كلام من دلوقتي وهفكركم بيه قبل العيد لو كان لينا عمر ان شاء الله بامر الله، وكملت معاكم كده للعيد او لرمضان بامر الله، الليمون هيغلى. فاكرين سنة من السنين كان الليمون، كنت قايلة من بدري يا جماعة فرزوا الليمون وخزنوه كده، وكانت ناس كتير بتقعد تتريق عليا، هو احنا فين ورمضان فين وهنفرز من دلوقتي ليه ما الليمون موجود. الليمون كان ساعتها وصل 60 و80 جنيه. انا كان عندي في الفريزر اللهم لك الحمد، وما كنتش شايله هم. في ليه؟ لان انا عارفه، وممكن بقول لكم دايما قبل اي مناسبه هاتوا الحاجه بتاعتها وشيلوها، عشان ما يتمش استغلالكم في وقت المناسبه دي. يعني مثلا عندك ترمس بلدي عند اي حد، ترمس بكليات، لو شلتيه في التلاجة هيحصل له حاجه؟ مش هيحصل له حاجه. لكن هتيجي بقى قبل رمضان، لو هو دلوقتي الكيلو ب 30 هتلاقيه قبل رمضان ب 50 او ب 40. فانت ليه ما تجيبهوش من دلوقتي 2 كيلو وترميهم في التلاجة؟ هتخسري ايه؟ مش هتخسري حاجه والله العظيم. حمص إيه دلوقتي بكام؟ شوفي ب 60 70 جنيه. لو جبتي كيلو ولا نص كيلو شلتيه يبقى مع الترمس في رمضان، هتخسري حاجه؟ مش هتخسري حاجه. فانت الحاجه اللي المفروض تجيبيها قبل المناسبة على طول وهتجيبيها بسعر غالي، لا هاتيها من دلوقتي وشيلها طالما مش هتخسر معاكي في حاجة. الرنجة لو شلتيها في الفريزر هيحصل لها حاجة؟ الناس اللي هتقعد تقول لي احنا فين والعيد، احنا لسه دخلنا في رمضان. يا جماعة انا بكلمكم في الحاجة اللي هتغلى، الحاجة اللي هتغلى في رمضان وفي العيد، واللي هي اصلا في العيد هيبقى ليها مناسبتين، فهتلاقوا سعرها ضرب في ال3 اضعاف. واحنا طبعا ما شاء الله الضمير عند تجار ما شاء الله، يعني ربنا يزيدهم في ضميرهم اللي معدوم اصلا. بس ده كان فيديو مشتريات التموين. شكرا لكل كلمة بتقولوها في حقي، متشكرة جدا ليكم. اشوفكم بقى، ما تنسوش اللايك، ها اللايك اهم حاجة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، مع السلامة.